امو يا امو يا امو هداف الدوري يا امو. امو يا امو يا امو هداف الدوري يا امو. افرح بالعشرة يا برنس. 11 هدف. امام عاشور هداف الدوري المصري رسميا ب 11 هدف. امام عاشور الاهلي الدنيا غير. اسمع مني، الدوري اهلاوي يا جماعه. الاهلي النهارده علي العال، شغل عالي، اداء عالي، عظمه واربعات وتلاتات وخمسات، والدنيا فتحت. عماد النحاس جه فشخ الدنيا، فشخ الواقع. اسمع مني، الدنيا باظت. الاهلي جاي وناوي على الدوري، ومفيش دوري بيراميدزاوي ومفيش ثلاثيه. طالما الاهلي حضر وحضر العفريت يبقى كله بيختار الدوري اهلاوي. اسمعوا مني، تقابل النحاس تحتاس. الاهلي بيفوز على المصري بالاربعات يا جماعه، 4-2. الاربعات والخمسات والتلاتات رجعت تاني. عماد النحاس رجع اسم الاهلي، رجع هيبه النادي الاهلي، رجع شخصيه النادي الاهلي. لاول مره من ساعه ما عشت حياتي، اول مره في حياتي اشوف مباراه المصري سهله قوي كده. سهله جدا، الكره سهله وبسيطه. النهارده الاهلي مستريح 4-2 وممكن يكسب 7-8-2. والماتش اللي قبل بتاع الحرس كان نفس الكلام، يكسب 7-8. الكره بقت سهله وانت معاك لعيبه كوكبه. هاجم، اضغط، اضرب، هوب، الاول، الثاني، الثالث، الرابع، كسر الدنيا يا جماعه. بيراميدز بقى عايزين نشوف ايه اللي هيحصل عنده. ايه اللي هيحصل عند بيراميدز؟ الركب بتخبط في بعضها دلوقتي. اسمع مني، نشوف دلوقتي النهارده الاهلي اول مره يحط ضغط فعلا على نادي بيراميدز. نتفرج بقى على بيراميدز ونشوف قوه الشخصيه وقوه اللعيبه، واللعيبه بقى اللي امكانياتها عاليه وصارفين وعاملين. عايزين نتفرج على الكلام ده كله بقى عشان الاهلي هياخد الدوري. اسمع مني اللي انا بقول لك عليه. النهارده عماد النحاس بيثبت ان هو مدرب كبير جدا، بيخلي الاهلي يفوز على المصري. المباراه اللي المفروض تبقى صعبه جدا بيفوز 4-2 مستريح جدا. وعلى فكره كانت 4-1 لولا في جون كده ملوش اي لازمه. في بقى كلمه مهمه عايز اقولها للعيبه في المباراه دي. اللعيبه في اول الماتش بتعمل حاجات غريبه، مسبس غريب. الجون النهارده اول جون ده غريب جدا. ياسر ابراهيم بيعمل ايه؟ رامي ربيعه بيعمل ايه؟ اقسم بالله يا جدعان 35 و25 والارقام دي ما ينفعش. رامي ربيعه وياسر ابراهيم دول تعاقد معاهم بالماتش، كل ماتش يجي يلعبوه تحاسبهم عليه 3 جنيه 5 جنيه 10 جنيه 7، اخرهم قوي 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 خمسينيه. اسمع مني، والله العظيم مفيش هنا كوره. مصطفى العش النهارده عاجبني قوي، اداء رجولي، ثبات، بيلعب جامد مع جون بوكا، بيضغط، بيضرب، بيقطع الكوره، بيطلع الكوره صح، بيعمل كل حاجه في الكوره. قعد لنا بقى رامي ربيعه، خليه يروح ياخد 35 في بيراميدز. اسمع مني، النهارده بنتفرج على كوره حلوه، ولكن مش هي دي الكوره الحلوه. الكوره الحلوه اللي اتفرجنا عليها امبارح واول امبارح، برشلونه والانتر، باريس والارسنال، دي كوره يا جماعه. انت عارف انا لما بتفرج على الدوري المصري واروح اتفرج على بطوله اوروبا بجد بحس ان انا زي ما اكون بلعب بلاي ستيشن 5 وفجاه انتقلت من البلاي ستيشن 5 رحت فجاه بقيت العب سيجا. فاكر السيجا بتاع زمان، اللعيب اللي كنت بتضربه بالشبشب ده وياخد الكوره يخبيها ويقعد يجري ويخش بالكوره الجول؟ انا بحس ان الدوري المصري بتاعنا عامل زي السيجا دي. وبالنسبه لنا دوري ابطال اوروبا والكره العالميه بشكل عام زي عامله زي البلاي ستيشن 5 بالنسبه للسيجا حقيقه. ولكن يا جماعه احنا مضطرين نعيش الواقع. عايز اقول كلمه بقى للكابتن زيف زاهر. حضرتك احنا بنطلع نتفرج على الاستوديو التحليلي ده عشان نشوف كوره. الاستوديو التحليلي النهارده عباره عن اني طلعت بالخطه و45 دقيقه اعلانات، هوب ارجع خش الماتش، صح كده؟ قلنا بقى بعد الماتش هنسمع بقى، ده برنامج رياضي المفروض ان احنا نتفرج على كوره. استوديو تحليلي يقول لك الماتش فيه ايه، الدنيا ايه، القصه، اللعيبه عملت ايه، التكتيك، الشغل ده. ده الطبيعي اللي بيحصل في كل العالم. لا، يروح جاي لك بقى اخر الماتش يروح قايل لك الاهداف 4-2 والهدف الاول مش عارف مين والثالث مين. يطلع فاصل اعلاني، يطلع فاصل اعلاني 45 دقيقه، يرجع رايك في المباراه، رايك في المباراه، رايك في المباراه، السلام عليكم. هو ده استوديو تحليلي؟ يعني حضرتك مش ناوي تقدم لنا وجبه دسمه كده؟ يعني الواحد ده المفروض بيبقى جعان كوره، عايز يتفرج على كوره، فعايزين نتشرج بقى ونشوف تحليل بقى ونشوف اداء ونشوف بقى ونفهم اللي بيحصل والقصه دي. حضرتك امتى هتبقى برنامج رياضي؟ يعني امتى هنشوف بقى الحاجات الرياضيه دي عندنا في مصر؟ اكيد مش هنشوفها. في النهايه مستنيين بقى بيراميدز بكره نشوف هيعمل ايه مع البنك الاهلي. وانا متوقع ان بيراميدز بكره هيتعادل ان شاء الله ان شاء الله. واتوقع ان الاهلي هيحسم الدوري بفرق 4-5 نقاط كمان، مش نقطه ولا اتنين، لا فرق 4-5 نقط. اتوقع ان بيراميدز هيتعثر في الثلاث اربع مباريات اللي جايين، هيخسر له بتاع مباراه ويتعادل مباراه ولا حاجه. وان شاء الله الدوري اهلاوي. وزي ما احنا قلنا خليكم فاكرين ان انا واحد من الناس بقول الدوري اهلاوي، دوري ابطال افريقيا صندنزاوي، اسمع مني، مش بيراميدزاوي خالص، والكاس زملكاوي.
اعتقد ان الكاس اللي ممكن يبقى فيه امل، ولكن بيراميدز بعد الضغط اللي هيحصل عليه بيراميدز مش هتشوف منه اي حاجه. سلام.